أنا عايم معاكم، أنا سابح معاكم في الفساد، واقف معايا الله والناس الجواد، فعايلكم واصلاني من عاد ومعاد، وأنا ما نسكت على حقي حتى تكون محاكمة عادلة يا الولاد، شهادة حق عن الحق يا عباد، وأنا حبي دائم لشعار القسام والبلاد. سلام الله عليكم أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. فيديو جديد، موضوع جديد، بارطاج ولايكات، الله يخليكم بحال الورود المزينة المشاميم، عمركم ما تبالوا بإذن الله. وأنا غادي نقول يا بسم الله. موضوع الحلقة: التضامن مع عائلة الزروال، الرد الثلاثي قريبا، واش تم استدعاء أورغانزا. يا بسم الله توكلنا على الله. كنقولوا اليوم التضامن مع عائلات الزروال. كاين اللي غادي يطرح عليا السؤال ويقول عمي عمارة سبق له على التضامن، علاش اليوم تيزيد يأكد التضامن؟ أنا اليوم غادي نقول لكم علاش، وغادي نشرح لكم كل حاجة. نتوما دعمونا باللايكات والبارطاج، لأن حنا بلي تنقولوا الزروالي داخل في مواجهات مع بعض المسؤولين في مدينة مكناس، فالزروالي هو المسؤول على كل حاجة، وما يمكنش بأي حال من الأحوال ندخلوا العائلة ديالو، سواء الأم أو بنت الأخت أو الأخت ديالو أو الأب ديالو أو الأخ ديالو في هاد القضية. اليوم كنحملوا مسؤولية السلطات، أن إلا وقعت شي حاجة لهاد العائلة هما المسؤولين في دولة الحق والقانون. اللي بغى يتواجه مع الزروالي شخصيا، واللي بغى يحاسب الزروالي شخصيا، لأن الزروالي كيهضر على حقه، وحنا عرفنا التلاعبات من الأول حتى الآخر. قلت لكم الزروالي مشى في هذا الموضوع ومن الصعب أنه يتراجع، لكن اليوم غادي نعطيكم واحد المقاربة لعل بعض الناس يفهموا المقصود ديالي، وعلاش كنديروا الكيل بالمكيالين، وعلاش كنسكتوا على الحقيقة وكنسدوا فمنا. إلا كان الزروالي كيهضر على الفساد من خلال الدفاع على الحق ديالو، غادي ندوزو لتحفة. مقاربة سهلة وبسيطة. تحفة كان في المغرب كيتسحب من قدس القدس، وهنا شناه من صفرو لسلال لهنا المهم، لكن البارح تيخرج كيضرب في السلطات ديال سيدي سليمان، بعض المسؤولين ديال سيدي سليمان في الصفقات المشبوهة. ما كيهضرش على الفساد، ولا غير الزروالي اللي كيهضر على الفساد، وغير الزروالي اللي كيهضر في المسؤولين. تحفة ما دارت هادشي سابقا ومازال مستمر. كيفاش بغيتونا حنا نحاربوا الفساد؟ لأن الزروالي وقع له الترهيب باش يسكت وما يدويش، وكان في مدينة مكناس وكيخضع للابتزازات وكان صابر، لكن باللي جا الوقت أو حال الوقت انفجر. أنا ما غاديش نكون عادي من الأصل ونقلب على الزروالي وندير السبب أنه راه سب وكيل الملك أو سب النائب ديالو. عندنا القانون في البلاد، قلنا في دولة الحق والمساواة، علاش ما كانش المساواة مع هذا السيد؟ وعلاش كان بعض التواطؤ اللي تيقول هو تيقدم لنا أدلة؟ أنا غادي نرجع بكم السيدة ميلودة والدار، وكانت داخلة بيلاروزا والراجل ديالها، وانتم كتعرفوا هاد القضية والشهامة وقيلوش كتعرفوا هاد القضية. ولكن الزروالي ما عطاهمش داكشي اللي بغاو، اتهموه بالنصب، وانه دار هاد السيدة الفلوس، وانه يجمع مبالغ كثيرة.
مع العلم أن الزروالي عطانا كل شيء بالتدقيق، شحال جمعت ديال الفلوس وشحال شرات الدار وكتبت بالسميدة السيدة الميلودة، ومع ذلك ما تيقوش. كتعقلوا. وهاد السيدة دارت عليه حملة هي وراجلها، لا في مكناس من خلال النفوذ ولا في قنوات. لكن اليوم الحقيقة المرة أشنية؟ وهو أن الزروالي تيقدم لنا أدلة بالصوت ديال الناس. وقع لهم ابتزاز في مسألة توظيف الأمن الوطني. هذه شهادة لله. أنا عندي ولد جامعي، الإجازة في القانون، أربعة المرات كينجح في البوليس، منهم وحدة نجح كوميسير. ها هو في الدار، توظف في الدار. هنا فين كيدخلنا الشك. ولكن اليوم هادشي كيعطينا عضويات. إذن دائما الناس اللي يكون فيهم التخرويض كيمشيو يديروا غطاء، وكان الغطاء هو الزروالي. يعني علاش الزروالي ذكي؟ لأن حاق بهم وفهم اللعب ديالهم، وحتى من الشهامة خرج وقال كذا وكذا، وفي الأخير تراجع قال لك داكشي ما كاينش، مطلع عليه، كلهم اعترفوا. لكن اليوم شوف سبحان الله، من كان كيعتقد أن الزروالي غادي يطيحوا بيدو هاد الأوديوهات ديال هاد العائلة أولا ديال هاد السيدة وراجلها، طبعا غادي يخرجوا يكذبوا. المنافقين بنو قريظة طبعا غادي يخرجوا يكذبوا، ولكن الحقيقة تعيا ما تغطي عليها، وغادي تبقى دائما واضحة وطالعة. وأنا لا ضمت مع الزروالي ما ضمتش معاه على الخوا، ولا ضمت معاه ما تنقولش أنا متفق مع الزروالي 100% في اللي تيقول، ولكن عارفو مظلوم في هذا الملف، وقع عليه الظلم. هادشي علاش غادي نبقى مستمر في هذه القضية. وقلت لكم من السبت نمشيو في هذه القضية، لأن هذه القضية مرتبطة بالفساد ومرتبطة بالمسؤولين. وحنا تنقولوا حتى شي مسؤول ما هو ملك أو معصوم من الخطأ. ومادام حنا في دولة الحريات والقانون والديمقراطية، أي حاجة سمعناها خاصنا نهضروا عليها ونتكلموا عليها باش كتبلغ السلطات المسؤولة أنها خاصها تتحرك، خاصها تشوف أشنو واقع. راه ما يمكنش كتسمع أشياء بالحجاج والأدلة وتلقى الصمت. لأن اليوم مدينة مكناس فوق بركان، وما عرفنا الأيام اش غتجيب. واللي كان غالط وتيقول أن الصوت ديال الزروالي ما غاديش يوصل أو ما واصلش، غير تيكذب. لأن دائما ملي نجيو نفكروا بالعقل والمنطق وتنتسائلوا وتنقولوا شكون وراء هاد الناس، أو شكون الخيط اللي تيحرك هاد الناس ضد الزروالي، تلقاو خيوط متشابكة. لأن الزروالي ولا خطر على السلطات ديال مكناس بداك الشيء اللي كيدير أفعال الخير. ولو أن الزروالي هاد أعمال الخير اللي دار كون دارها كلها في مكناس، لكان الزروالي دابا عنده 10 سنين ولا 15 عام، لأن غادي يعري على كل شيء. ها هو دابا معري على كل شيء ساكت. حنا دابا شنو بغينا؟ بغينا هاد السيد تا هو يبان له حقه، وإذا كان عنده أخطاء تا هو راه غادي يتعاقب بحالو بحال الناس. والناس ماشي واحد
نحاسبوه وواحد ما نحاسبوش. دابا هاد الناس اللي كيطبلوا التحفة، هادشي اللي كيقول تحفة، علاش ما تخرجوا تقولوا ليه حشومة عليك وهادوك راه مسؤولين وهاديك السلطات وهادوك؟ لا، غير الزروادي. يا سبحان الله. وقال لك حنايا تنتقدوا بالعدل. واش تعرفوا شي عدل؟ يقولوا كتنتقدوا بالبنقة، واخا غادي ندوزو الصراع الثلاثي او الرد الثلاثي. كنعرفوا ان هاد السيده اورغانزا خرجت مره اخرى تاني في شوف تيفي وكتهضر، وطبعا الزروالي المهم ما علينا. وهنا علاش هاد السيده مثلا كتخرج في شوف تيفي؟ هادي سؤال مطروح. وعلاش مثلا القضاء ديال مكناس ما سمعناش استدعاء؟ اشنو السبب؟ مع العلم حنا شناها مع المحامي في الرباط، ولكن اليوم السؤال المطروح علاش هاد السيده ما تمش الاستدعاء ديالها ويسمعوا ليها حتى هي؟ هذه نقطه وعلامه استفهام، وغادي ندوزو نفوتوها. لكن غادي نجيو للرد الثلاثي. غادي تقول يا عمي عماره اش مره تاني غتجيب لينا؟ سمعوني مزيان. فيما يخص الرد الثلاثي، ان السيده ايطو، السيده فاتحه الشيفوره، والاخ هشام، وربما تقدر تثبت السيده حنان ان امكن، ولكن هي قالت ما غاديش نبقى نخرج انا في هذا الموضوع. غادي يمشيو لشوف تيفي حق الرد على اورغانزا والتكذيب كاع الكلام اللي كتقول. وحنا كنعرفوا ايطو عندها اصرار والشيفوره عندها اسرار، وغادي يحطوا كل شيء في شوف تيفي. وجا الوقت وقلتها لك، قلت لك انت طحتي من السما، ولكن جا الوقت اللي غادي تمرمدي بالصح النيت وبالمعقول، وغادي تولي تقول يا ريت كون ما دخلش هاد المشاكل وكون بقيت بعيده. انت بغيتي حقك في دولة المساواة، ياك؟ واخا ما قلنا عيب، وإلا كانت دولة المساواة راه انتي اللي بديتي وانتي اللي استقويتي وانتي اللي عندك اثباتات انك كتعطي الفلوس. ومنها حنان اعترفت بانك عطيتيها 1,000,000، وان الفلوس اللي كنتي كتصيفطي ليها كانت كتصيفطهم وكتعطيك اوديوهات، لان هي اصلا كانت حاميه راسها. اما انتي كنتي قانيه ليها وما كنتيش كتعتقدي انها راه غتسجل اوديوهات وتصيفطهم ليك، لان هي عارفه اش كدير حنان، ماشي دريه صغيره، وحطاتك امام الامر الواقع. دابا هانتي الشكايه وشحال خسرتي وداك الشيء، وفي الاخر كيف قالت حنان وكنا غالطين قلنا داك كفاله 2000 درهم. ويلي، عرفتي كفاله 2000 درهم شنو هي؟ خاويه، ما كاين والو، غير تصفوط شي، غير تصفوط شي. دابا غادي تبقاي تدوري تزنزني، وداك الكذوب ديالك كل شيء غادي يتحط في شوف تيفي. عاد فاطمه الزهراء، وغادي تولي تاني بحال قضية قيلوش، غادي يدوروك بحال قيلوش، وخاصك تاني تخرجي تجاوبي. مشكلة هادشي فين دخلتي راسك؟ بغيتي تحاربي مع الزروالي؟ واش شتي؟ هو الزروالي راه في راسه، انا مع راسو، لان اصلا بلي كنجيو نقلبو في هاد القضايا كاملة الزروالي راه ما عندو والو. والزروالي قالك عندو الكوكايين، قالك عندو الحشيش، قالك عندو الكباريات ديال الشراب. الزروالي كيتسمى عباد الله، كيتسمى سب وقذف، لا اقل ولا اكثر. غادي تقولوا لي وراه ضرب في وكيل الملك والنائب ديالو، طبعا راه ما فعلش الشكايه، راه بغا يدخلوه للحبس، بغا يكلمتوه، بغا يسكتوه. لان الزروالي علاش نتوما واخا كتقولوا كاسول تنقول لكم ذكي؟ لان هو في العمر ما شكونش الزروالي كيدير شي شكايه، قليل فين دار شي شكايه مثلا بحال بقوه القانون دار به شكايه لان بزاف، ولكن هو ما كيديرش شكايات الزروالي، كيدير شكايه مضاده فقط.
وهذاك الشيء كاين مضاد دير الغرض، تيقلب عليك الطابلة ويخليك. نحاسبوه، خارج على القانون، حقاش كيهضر على الفساد، كيهضر على حقه، بغى محاكمة عادلة. سيدي إلى هنا أستودعكم بالله الذي لا تضيع ودائعه، وأحلى تعظيم. سلام.